يقول لك ذن الخمسة إذا سويتوهن الله يبتليكم ب5 أمراض. إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة. إذا ظهر الزنا يعني الفساد ظهر وماكو واحد يرده وصار ظاهر علني، يقول شو اسوي؟ ابتلي الناس بموت الفجأة. احنا قبل مات فلان، ايش بيه مات؟ والله ما بي شيء، تو يمنا متعجبين مات فلان وهو عمره 60 ما 70 سنة. وهسه ماتوا 10، انقلبت اتوبيس، طاحت طيارة، انفجر مدري شنو، يوميا بالمئات بالعشرات واحنا حاجي. موت الفجأة، سكتة قلبية، سكتة عقلية، مدري امراض ما نعرفها شلون ما كان، الله يسلط. إذا ظهر الزنا من بعد كثر موت الفجأة. وإذا طفف المكيال يعني صار بوق بالميزان أخذكم الله بالقحط. كله يصيح ماكو، اللي عنده يصيح ماكو، اللي ما عنده يصيح ماكو. إذا صار بوق بالميزان يعني شنو؟ يعني تاخذ كامل وتعطي ناقص، تصعد. ترى البوق الميزان مو بس هذا الكفتين وهذول اهل الطماطم المساكين احنا مشلبين بيهم، لا، كل واحد ياخذ كامل ويعطي ناقص. موظف كان، ولد كان، ياخذ تربية من أبوه، مصرف، خرج كله، بس ما يجاوب أبوه الجواب الصحيح، ما يجيب درجات تريح قلب أبوه، ما عنده أسلوب، هذا مطفف. وكذلك تقدر تطبق هاي القاعدة على كل من يأخذ احترام. أنت تحترمني وأنا ما أرد عليك الاحترام، فأنا شنو؟ مطفف، لأن أنت جاي تحترمني على ما لا أحترمك. إذن وإذا طفف المكيال أخذكم الله بالقحط. بعد وإذا منعت الزكاة منعت الأرض بركتها. أنت الزكاة عليه من تطيع؟ مو على الزرع؟ زين الزرع أنت تزرع له الله، أرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ الله يزرع، أنت بس دب البذر وتوكل على الله. هذا اللي يطلع ليش ما تعطي سهم الله اللي هو لعيال الله؟ فإذا منعنا الزكاة، طبعا أنا أعطيك زكاة، أنا أعطيك زرع ولي حصة بي، أنا الزارع. إذا تمنع الزرع ما أعطيك، تمنع الأرض بركتها، لا حديد لا ذهب لا زراعة، لأنه منعت الزكاة. بعد قال وإذا قطع الرحم، اسمع، قطع الرحم يعني لا الأخو يسأل عن أخوه، لا الأبو يسأل عن ابنه، لا الأم تسأل عن ابنها، لا الابن يسأل عن أخته، لا الجار يسأل عن جاره، لا ابن عم يسأل عن ابن عمه. إذا قطع الرحم يقول جعلت الأموال بيد الأشرار. يعني الفلوس الأموال وين تصير؟ بيد الناس الأهل الشر. نظل نتحسر، نعاين الفلوس ونتحسر، هم يتمتعون بها واحنا نتحسر. يقول لك لا تتحسر، لأن كانت بيدك وانت منعتها، بيدك كانت وانت منعتها. بعد وإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسلط الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.